السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم حتى شي خير، ويلقاكم فيديو ديالي في احسن الاحوال. سمحوا لي كنتعطل عليكم، ظروف خاصه وصافي. المهم الا مازالين كتصوموا، انا عارفه بزاف الناس مازال كيصوموا دابا، سيرتو دابا مع طوال النهار بنادم ولا كيعيا، الله يقبل علينا. المهم بغيت نشارك معكم واحد الفطيره اللي كتجي رائعه وكتجي خفيفه وكتجي ناشفه بدون دهون يعني ولا زيوت ولا شي حاجه، والاهم انها بحشوه مختلفه. ماشي بحال الحشوات الاخرين معروف بالخيزو والفلفله والقرعه، لا هذه حشوه مختلفه كتجي رائعه، واكيد اللي جربتوها عمركم تستغناو عليها. وغادي نبدا معاكم. المهم انا هنايا درتها في العجانه، كنت مدروكه وداركني الوقت، درتها في العجانه ومشيت نوجد شي حاجه اخرى. درت المهم كما قلت لكم، درت 4 الكيسان ديال الفورص وكاس ديال الفينو. ممكن ديروا نتوما قل على حساب الفطيره ديالكم قداش بغيتو ديروها. درت واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده، ممكن تستغناو عليها. درت شويه ديال الملحه، وغادي ندير معلقه كبيره بومبيض الخميره. ما تخافوش، ما كتجيش زعما مخمره بزاف، عادي. المهم معلقه تكون هكايا بومبي صافي. وغادي نجمعها بالماء دافي، ماشي الماء بارد، الماء يكون دافي. ممكن تجمعوها بالحليب، ولكن صراحه بالماء كتجيني انا احسن. وكيبقى لكم الاختيار. صافي درتها في العجانه تتعجنات مزيان، وزدت عليها في الاخر واحد المعلقه ديال الزبده، معلقه صغيره هكا. المهم تتعجن مزيان، تبان لكم تعجنات ودبكات، عاد تزيديها هذيك المعلقه ديال الزبده. ولا عجنتيها غير سميتو غير بيدك، ضخلي فيها ديك المعلقه ديال الزبده يعني مزيان. عرفتوا البنات ديك المعلقه ديال الزبده كتعطيها، كتجي مفشفشه، كتجي رطبه، كتجي رائعه الصراحه. صافي هنايا من الاحسن دهنوها بواحد شويه ديال الزيت ودوروا عليها السلوفان. انا نسيت، كنت مزروبه ما دهنتهاش بالزيت ولصقات ليا في السلوفان، ماشي مشكل. المهم نتوما دهنوها بواحد شويه ديال الزيت. صافي حطيتها كتخمر حتى كتضاعف الحجم ديالها، وندوزو مع بعضياتنا نوجدوا الحشوه هنا. اسمحوا لي، كان عندي مشكله في الضوء، فما المهم صراحه تخربق ليا التصوير وعصبني. درت هنا واحد القدر ديال 2 بصلات يكونوا كبارين بحال هكا، درتهم كيتشحروا، درت معاهم واحد المليحه وشويه الزيت. وهنا غادي نضيف واحد العلبه صغيره ديال سميتو ديال الشامبينيو. الشامبينيو خديت وحده دايره وقيله شي 6 دراهم ولا 5 دراهم، المهم وحده صغيره. قطعتها على هذا الشكل حيت هو كيكون شي شويه هكايا كبيبر، كتقطعيه هكايا طروفه صغارين صافي. ومن بعد ما تشحرات ليا ديك البصيله، زدتو عليها حتى هو باش يتشحر ليا مع ديك البصيله. صدقوني هاد الحشوه كتجي مختلفه وكتجي رائعه البنات، وكتجي بنينه بزاف. صافي هنايا غادي نبدا نضيف هذا العطريه ديالي. ضفت واحد تقريبا معلقه صغيره مع مرش ديال البزار، واحد 4 معلقه ديال سكينجبير، واحد تقريبا واحد نص معلقه هكايا ديال عطريات الحوت، وشويه ديال الثوم بودغ، واحد نص معلقه تقريبا. والملحه دائما على حسب الذوق، وردوا البال ان الشامبينيو كيكون شي شويه مالح، دونك ما كتروش الملحه بزاف. كما قلت لكم العطريه ساهله، شي شويه الابزار، شويه سكينجبير، شويه الملحه، شويه الثوم بودر، وشويه عطريه الحوت. عطريه الحوت واحد نص معلقه فحال هكا. صافي كنبداو نشحروا في المكونات ديالنا فحال هكا غير واحد شويه، وكنطفاو عليهم. صافي من بعد هنا ضفت عليهم واحد الحك ديال الطون. بطبيعه الحال كنت انا طفيت البوطه، ماشي ديروا الطون والبوطه باقا شاعله، راه زيت لكم المقله وريتكم راه البوطه طافيه. درت واحد العلبه ديال الطون، انا كيكون عندي كبير كندير غير قياس العلبه ديالي وصافي. صافي وفي الاخر ضفت ليها واحد 2 فرماجات باش كنعلكها.
ممكن ديرو الجبن، ممكن ديرو كيري. هنا يلاه تقاد ليا الضو صافي. هنا مبقاش عندي مشكلة في التصوير، المهم غير قبلوا عليا. خصكم غير التليفون مرة يدير. وصراحة التليفون دابا ولا عندي مزيان، غير ما فهمتش علاش طراليا هاد المشكل في الضو. المهم غير سمحوا ليا. صافي هنايا انا كنت فرقت العجينه ديالي على جوج كرات، خليتهم ارتاحوا واحد شويه صافي. وبديت كنطلقها بشي شويه الفورص، ماشي بزاف، غير شويه. ودائما تاكدوا بها بانها ما لاصقاش لينا، كل مره كنهزها وكنتاكد. صافي من بعد ما دلكتها بالدلاك كتبقى على هاد السمك. المهم ماشي رقيقه، وهي كل ما رققتوها كل ما مزيان، ولكن ماشي رقيقه في مره تخرج لنا الحشو، ماشي غليظه. صافي انا درت لها واحد الورق ديال هكايا ديال الفرن. من بعد ما بردات ليا الحشوه ديالي تماما تكون بارده، شديتها ووزعتها على كيما كنقولوا النص الاول فحال هكا، كنوزعها عليها كامله. صافي درت عليها واحد شويه الفرماج الحمر من الفوق. وهنا كنقول لك اختي لو وصلتي معايا حتى لهنا، دعميني بواحد لايك، واحد كومونتير زوين يكون فحالك، وبارطاجي لا فيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالك. ولا كنتي باقا ما اشتركتيش كنقول لك اشتركي في القناه، غيعجبك الحال ان شاء الله. صافي من بعد حطيتها في الطاوه ديال اللي غندخلها الفران، وشديت هذاك النص الاخر اللي بقى ليا حتى هو طلقته بالدلاك. الا بانوا لكم شي زوائد فحال هكا كتحيدوهم. صافي كنتاكدوا هنا بانها مقاده، وعاد كنبقاو كنلمطوها بحال اللي كنلمطو سميتو بسطيله كبيره. كنديروا الجهه الفوقانيه على الجهه التحتانيه. بحال هكا. حاولوا لا بان لكم شي زوائد كتقطعوها. هنا البنات سمحات ليا واحد اللقطه، بقيت كنقرصها مزيان من الجناب، وكنتقبها بواحد عود سنان فحال هكا. كنتقبها مزيان باش يخرج منها داك الهواء، باش ما تجينيش فيها دوك الفقاعات. وقطعتها بالموس هنا حيت كانت اللون بيض مع الضو ما بانش مزيان. ها هي بانت ليكم دابا. قطعتها بالموس، ماشي قطعتها غير بحال كتجرحيها على هذا الشكل. كندهنها بصفر البيض مع شويه الحليب، ودخلتها الفران يكون سخون. طابت ليا من التحت على خاطرها، وشعلت عليها تحمرات من الفوق. التزيين دائما كيبقى اختياري. انا درت لها بشويه الجنجلان بيض، شويه البافو درت هكايا. مثلث درتو بهاد الجنجلان، مثلث الاخر درتو بافو. التزيين كيبقى اختياري. هنايا زربت الفيديو شويه حيت صراحه بزاف اللقطات مشاو ليا، المهم غير سمحوا ليا. ولكن راه الشكل باين. هنا قطعتها معاكم، نتوما حاولوا تقرصوها مزيان، ما تجيكمش غليظه شويه فحالي من الجناب جاتني شويه غليظه. عرفتوا البنات راه جات معلكه وجات بنينه بزاف. كنتمنى تجربوها وتخليو ليا كومونتير زوين فحالكم، وكنتمنى تعجبكم، وانكم ما تبقاوش تستغناو عليها لوليداتكم الكوتي ولا هكايا صايمين، ولا ديروها هكايا في العشاء، راه كتجي رائعه. هنا كنقولكم بالصحه والراحه حتى الفيديو الجاي.